صافرة ضربة الانطلاقة. أصدقائي المشاهدين، صديقاتي المشاهدات عبر العالم، ومعكم الإعلامي عبد السلام عيدن بالصوت والكلام على أحداث اللقاء على قنوات عالمية في إطار إياب الدور الربع النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية توتال إنرجيز 2026. الوداد الرياضي البيضاوي المغربي يستضيف أولمبيك سفي المغربي على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء لأمسية الأحد 22 مارس 2026 بعد مباراة الذهاب بملعب المسيرة بمدينة أسفي هدف لهدف. وهنا الركنية لفائدة الوداد والرأسية اتجهت عاليا عند الدقيقة الأولى. محاولة ودادية في هذه اللقطة، أكيد بعد تأهل شباب بلوزداد أمام النادي المصري البورسعيدي 0-0 إيابا بملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة بعد الذهاب في ملعب السويس في بورسعيد هدف مقابل هدف. شكري الخطوي مدرب أولمبيك سافي التونسي في مواجهة محمد أمين بن هشام. الدقيقة الأولى والنصف، الكرة في وسط الميدان من ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. تأهل الزمالك المصري أمام أوتوهو الكونغولي ثلاثي الاثنين بعد الفوز في استاد القاهرة الدولي هدفان مقابل هدف. اتحاد العاصمة الجزائري يقابل مانياما الكونغولي من جمهورية الكونغو الديمقراطية بملعب 5 جويلية الأولمبية. الزمالك المصري في مواجهة شباب بلوزداد الجزائرية، وكذلك المواجهة المرتقبة، قد أقول مواجهة عربية مغاربية بين الوداد واتحاد العاصمة. التقى الفريقان في عديد المناسبات، وفي دوري أبطال إفريقيا 2026 ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي يواجه الترجي التونسي ونهضة بركان المغربي أمام الجيش الملكي المغربي.